هو خرط الطنابير عند الخراط غلط؟ وهل ممكن يأثر على عمرها الافتراضي؟ كمل معايا الفيديو وانا هقول. انا طارق صلاح وده الجراج. حاجه بتحصل مع ناس كتير وانا واحد منهم، ولسه حاصله معايا دلوقتي، هي ان انت بعد تغييرتين لتيل الفرامل تيجي في الثالثه تلاقي الميكانيكي بيقول لك يا باشا احنا عايزين نخرط الطنابير، او خلي بالك التغييره الجايه يا باشا هتحتاج تغير معاها طنابير. يعني ايه بقى تخرط الطنابير؟ يعني توديها عند الخراط يحطها على المكنه ويصنفر منها طبقه رقيقه جدا من السطح بتاعها علشان يرجع متساوي تاني، ولو فيها شفه من الطرف تتشال. طب الخرط ده صح ولا غلط؟ هو صح وغلط. صح لو اتعمل في الحدود المسموح بيها وعند حد محترف، وكل عربيه بيبقى ليها حد ادنى من السمك بتاع الطنبوره وما ينفعش تقل عنه ملي واحد، وده علشان يسمح بالتبريد الكويس ليها وتستحمل درجات حراره عاليه. ولو هي قلت عن السمك المسموح ده ممكن لا قدر الله تعمل كوارث لو اتكسرت. والسمك ده في اغلب الاحوال بيبقى مكتوب ومحفور على الطنبوره من جوه علشان اللي بيخرطها يبقى عارف. بصوا دي طنبوره جديده مكتوب عليها البارت نمبر بتاعها ومكتوب عليها المينيمم سيكنس بتاعها 8 مللي، وهي اصلا سمكها 1 سم. فقول لي بقى والنبي هي بعد الاستخدام باقي فيها اصلا كام مللي عشان يبقى مسموح ان هي تتخرط؟ الخلاصه خرط الطنابير صح مش غلط، بس في حاله انه بيتم على حسب تعليمات الشركه المصنعه مش على حسب تعليمات الميكانيك.